اليوم غادي نقترحوا معسلة رمضانية صحية بلا قلي وبسكر أقل وتجيب طعم الشباكية. هاد الوصفة مثالية للي كيحاولوا ينقصوا السكر أو ما يقدروش على المقليات. كنحتاجو نص كيلو ديال الدقيق ديال الشعير مغربل مزيان، 250 غرام لوز مطحون، 250 غرام زنجلان مطحون، 100 غرام زبدة حيوانية مذوبة نوازيت، أصفر بيضة وجوج معالق ديال النافع مطحونين. عندنا خميرة ديال الحلويات ومعلقة كبيرة ديال القرفة وملحة. عندنا كاس ديال الماء، كاس عنبة ديال ماء الزهر فيه زعفران شعرة، وعندنا جوج معالق ديال الخل. اول حاجة في بول غادي نخلطوا النواشف. انا شخصيا كنفضل هذه النسخة حيت كتخليني ناكل المعسلة بلا احساس بالذنب في رمضان. من بعد كنزيدوا السوائل تدريجيا. السر هو ما تسرعيش في الاضافه، خاصنا عجينه طريه خفيفه وما كتلصقش في اليد. والماء هو اخر مكون على حسب العجينه ديالنا شحال غادي تدي، حيت ما فيهاش قلي وما فيهاش السكر الابيض، غير داك العسل اللي عسلنا به. الجسم كيهضمها بطريقه اهدى مقارنه بالشباكيه. وطبعا اي حاجه حلوه خاصها تبقى بكميه معقوله، 2 حتى 3 ديال القطع يوميا كافيه في رمضان. هنايا دهنت اللاطه بشويه زيت الزيتون وحطيت عليه بابي كويسون باش ما يتحركش. وهنايا بديت كنسرح العجينه ديالي في اللاطه، نسرحوها بسمك متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ عاوتاني، حيت الا كانت رقيقه بزاف غادي تيبس، والا كانت غليظه بزاف ما غاديش تطيب من الداخل كما بغينا. نحاولوا نوزعوها على كاع المساحه ديال اللاطه ونوزعوها بالتساوي باش ما تجيش جهه هابطه وجهه طالعه. قطعتها مربعات متساويه باش يجي الشكل ديالها انيق في التقديم. تقدروا ديروا اي شكل حبيتوه، معين ولا مستطيل. وحتى الا بغيتوا انكم تخدموا بالطابع انه تسرحوا العجينه ديالكم على سطح العمل وتخدموا فيها بطابع عادي كما بغيتوا. ندهنوا ببياض البيض باش تعطينا لون ذهبي، ونزينوا بلوز إفيلي. غير هاد المرحله بوحدها كتعطيها قيمه ديال الحلويات ديال العيد. فاش كنحرموا راسنا من الحلويات كاملين كنرجعوا غالبا ناكلوا اكثر من اللازم منين كتيح لينا الفرصه. ولكن الا درنا بدائل اخف بحال هادي كنعيشوا رمضان بلا ضغط وبلا احساس بالذنب. المفتاح هو التوازن ماشي الحرمان. نسخنوا الفران على 180 درجه، وملي ندخلوا الحلوى ديالنا للفرن غادي نقصوها ل 150 درجه. واللي عندهم فران ديال الغاز تحاولوا ديروا النار تكون مهيله بزاف شمعه. ملي نخرجوها غادي نسقيوها بالعسل، نسقيوها هكاك تكون مازال سخونه والعسل ديالنا بارد. وهذا هو السر الكبير في نجاح اي حلوه معسله، حيت ملي الحلوه كتكون خارجه سخونه كتشرب العسل بسرعه وبطريقه متوازنه. الا كان العسل حتى هو سخون كيولي كلشي طري بزاف، وممكن تولي الحلوه معجنه وما تبقاش مشدوده. ولكن العسل البارد كيوقف تشرب في الوقت المناسب، كيعطي لمعان زوين وقوام متوازن، لا ناشف ولا غارق. وهاد التفاصيل الصغيره هي اللي كتفرق بين حلوه عاديه وحلوه احترافيه. شوفوا اللون، شوفوا اللمعان والريحه ما يمكنش توصف. صراحه كنت خايفه من طعم دقيق الشعير، قلت يمكن يجي ثقيل ويبدل مذاق الحلوه، ولكن مني ذقتها تفاجأت. جا خفيف وبنكهه مميزه في ريحه البلاد، الريحه ديال جده ملي كانت كطحن الحبوب بيديها وتصاوب لينا شعير زمان، نفس الريحه نفس الدفء. من الداخل طريه ومن الفوق مقرمشه وخفيفه بزاف مقارنه بالشباكيه التقليديه. الا بغيتوا مزيد من الوصفات الصحيه في رمضان ديروا اشتراك، حيت الفيديو الجاي غادي يكون مفاجاه صحيه اخرى.